انا كده وجهت الموبايل بتاعي ناحيه السماء. هبدا بقى دلوقتي في حاجه مهمه جدا جدا. انا ثبت الموبايل فعلا على الترايبود، بس ممكن لو انا ضغطت الزرار بتاع التصوير ده معناه ان انا برضو الضغطه بتاعتي دي هتهز الموبايل، فمعنى كده ان ده هيأثر معايا على الصوره، وممكن تطلع مهزوزه شويه، والنجوم حتى اللي تطلع في الصوره يطلع زي ليها ديول او نجوم طالع منها كذا نسخه كده حوالين النجمه الاصليه. فده طبعا كله بيأثر على الجوده بتاعه الصوره. فعشان كده انا عندي حلين: يا اما انا اخش على اعدادات التصوير نفسها واخش على التايمر زي ما احنا شايفين كده قدامنا، واظبط مثلا ان انا بعد ما اضغط على زرار التصوير التصوير يبدا بعد مثلا ثانيتين او 5 ثواني، هنخليها مثلا 5 ثواني دلوقتي. فاما انا ابدا التصوير بتاعي يكون خلاص يعني الضغطه بتاعتي دي تكون التاثير بتاعها خلاص خلص في خلال ال5 ثواني اللي هو الموبايل هيعدهم، وكده الموبايل يصور بدون اي مشاكل. الحل التاني عندي عشان اعالج مشكله الاهتزاز دي هو ان يبقى في ريموت متوصل بالموبايل. ريموت زي ده كده بيبقى جاي مع السيلف ستيك او جاي مع الترايبود نفسه اللي انا بستعمله. وده انا بوصله بلوتوث بالموبايل، ومجرد ما انا ادوس على زرار الشطر هو بيبدأ يصور طبعا من غير ما انا المسه ومن غير ما انا اقرب منه خالص. طيب في حاجة برضو احنا حبينا ان احنا نتكلم عنها، وهي ان قبل التصوير انا بختار السيتنج بتاع الصور نفسها. بختار طبعا اعلى ريزولوشن عندي، زي ما انتم شايفين انا مختار اللي هو اعلى ريزولوشن، المفروض يبقى 4032 في 3024 او ال 12 ميجا. وكمان لو في اوبشن ان انت ممكن تسيف الصور بتاعتك على انها تبقى رو، وهنتكلم على انواع الاكستنشن بتاع الصور قدام شويه او في حلقه لوحدها، عشان خاطر نبين الاختلافات ما بين الاكستنشنز دي. الرو طبعا ده يعتبر احسن حاجه بالنسبه لنا، لان هو بيخزن الصوره في الصوره الخام بتاعتها من غير ما يعمل لها اي كومبريشن، من غير ما يعمل لها اي اديتنج. فيعتبر كده ده احسن حاجه عشان خاطر انا اخدها بعد كده واعدل فيها براحتي. تمام، نبدا بعد كده التصوير بتاعنا من خلال اعدادات البرو. طبعا يفضل هنا برضو انا بسجل يعني زي ديسكليمر كده، ان المفروض طبعا انت وانت بتصور تحاول على قد ما تقدر ان خاصة لو انت في البلكونة او كده الكاميرا بتاعتك ما تبقاش متوجهة ناحية اي حد من جيرانك، ما تبقاش متوجهة ناحية اي شباك او بلكونة او كده. يفضل طبعا لو انت تطلع فوق السطح عندك او لو في الروف، او ده يعتبر طبعا احسن وافضل بكتير عشان الكاميرا بتاعتك او العدسة بتاعتك ما تبقاش مخترقة خصوصية اي حد. تمام، انا هنا يعتبر في الناحيه دي من البلكونه بتاعتي، يعني ناحيه فوق خالص في السماء ومفيش اي حد جنبي، مفيش اي عمارات يعني جنبي في الناحيه دي. هبدا بقى ان انا اوجه الكاميرا بتاعتي او الموبايل بتاعي فوق للسماء شويه زي ما احنا شايفين كده. طيب انا وجهت دلوقتي الموبايل بتاعي خلاص في ناحيه كويسه بعيد عن اي عمارات او بعيد عن الجيران خالص. ابدا بعد كده شايفين زي في نقطه لامعه كده في وسط الموبايل، ده يعتبر كوكب المشتري، بس هو يعني مش في الفوكس. فدلوقتي هبدا احرك الفوكس بتاع الموبايل لغايه اما النقطه المضيئه اللي احنا شايفينها دي تبقى يعني اصغر حاجه ممكنه. يعني عايزها تبقى كانها ابره. يعني انتوا شفتوا الابره يعني بالظبط زي ما احنا شايفين كده دلوقتي قدامنا، يعتبر ده يعني اقل حجم للنقطه خالص اللي احنا كنا شايفينها. لو رجعنا العكس كده هنلاقي انها تبدا تكبر تكبر لغايه اما تختفي خالص، ده معناه انها اوت اوف فوكس. اما تكبر كده معانا لا، انا ما افرحش بالحجم الكبير ده، لانها معناها ان النجمه دي اوت اوف فوكس او الكوكب كده اوت اوف فوكس. فابدا احرك تاني لتحت كده عشان خاطر اصغر حجم النقطه خالص، فمعناها كده انها ايه بين بوينت او يعني ايه تعتبر في فوكس. خلاص انا كده ظبطت الفوكس بتاعي وظبطت التايمر بتاعي. ابدا بعد كده اظبط الايزو بتاعي. حيث طبعا ان انا ساكن يعني في منطقه يعني تعتبر بورتال ناين سكاي، يعني نسبه التلوث الضوئي هنا عاليه جدا جدا، تعتبر اعلى ما يمكن يعني. فعشان كده للاسف انا عشان مش في دارك سكاي او في سماء مظلمه زي السماء بتاعت الصحراء والمناطق الريفيه وكده، انا مش هقدر ان انا اعلي الايزو بتاعي جامد قوي. تمام، ولا في نفس الوقت اعلي الشاتر سبيد او زمن التصوير كتير، والا التلوث الضوئي ده هيظهر معايا في الصوره بشكل كبير جدا، وهيعمل حاجه اسمها الواشنج اوت، او يعني ان هو يمسح تفاصيل بقى الايه السماء والنجوم والحاجات اللي انا عايز اصورها.
هنتكلم طبعا عن موضوع اللايت بوليوشن ده او التلوث الضوئي، وايه سببه، وايه يعني السلبيات بتاعته بالنسبه للتصوير. بس يعني دلوقتي هنقول كده يعني ملخص عن الموضوع، ان لو انت ساكن في منطقه يعتبر بورتال سكاي بتاعها عالي جدا، يعني 8 او 9، او وايت زون حتى، يعني التلوث الضوئي عالي جدا، لازم تاخد بالك ان الايزو انت ما تعليهوش عالي جدا، يعني زياده عن 800 مش هينفع، يعني هتلاقي الصور عندك بايظه جدا. وهنحاول حتى نجرب دلوقتي. الموبايل بتاعي انا هجيبه على اخر قيمه للايزو خالص، فاحنا يعني شفنا دلوقتي طبعا على طول مجرد ما احنا جبناه عند ايزو 800، يعني شايفين الصوره عملت ازاي، بقت خلاص يعني بيضه تماما من قبل حتى ما انا اعمل اي حاجه. فهنحاول ان احنا نقللها شويه. يعني كل اللي ظهر عندنا ده يا جماعه ده تلوث ضوئي، ده انا لسه ما جبتش اي تفاصيل للسما خالص، ده انعكاس الضوء بتاع المساكن تحت والشوارع والبيوت وكده، بيطلع فوق في السماء، بينعكس على الجزيئات بتاعه الهواء وبخار الميه والكلام ده وكده، وبيحصل له سكاترنج، فبينعكس تاني بقى علينا. بيظهر طبعا في الصور، بيظهر في الكاميرات زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبيبقى عامل زي ستاره بحيث انها بتحجب اي تفاصيل السدم والمجرات والنجوم اللي موجوده في السماء. هقلل بقى الايزو بتاعي شويه، هخليه يبقى عند مثلا يعني هنقول 200 كده كويس تمام. وهنخلي الشاتر سبيد بتاعنا هنخليه مثلا اعلى حاجه دلوقتي اللي هو 10، وهنبدا ان احنا نضغط على زرار التصوير. هيبدا طبعا يعد التايمر معانا، وهنشوف دلوقتي الصوره هتطلع عامله ازاي. دلوقتي هو بياخد الصوره زي ما احنا شايفين، وموجود على الترابط، يعني المفروض هو يبقى ثابت. هنشوف دلوقتي النجوم هتطلع عامله معانا ازاي. تمام. هنحاول ان احنا نشوف الصورة مع بعض. زي ما توقعنا للاسف الصوره طالعه بيضه جدا جدا، نتيجه برضو للتلوث الضوئي، يعني حتى مع الايزو الصغير خالص اللي احنا استعملناه اللي هو ال 250 مع ال 10 ثواني، الا ان الصوره برضو طلعت بيضه، مفيش بس غير كوكب المشتري هو اللي باين. طب الحل بقى ايه؟ ان احنا نقلل زمن التصوير بقى نفسه، يعني بدل ما هو 10 ثواني نحاول ان احنا نخليه مثلا، يعني نحاول نخليه 4 ثواني ونشوف ايه اللي هيحصل. هنشوف الصورة مع بعض. يعني طبعا يعني الصورة تعتبر أحسن شوية من الصورة اللي فاتت. كوكب المشتري يعتبر باين شوية، لكن مفيش أي نجم طبعا باين في السماء، لأن زي ما قلنا احنا يعتبر في بورتال سكاي عالية جدا، سماء تعتبر ملوثة ضوئيا بصورة رهيبة. يعني أنا حتى باصص دلوقتي بعيني في السماء مفيش تقريبا غير اللي هو كوكب المشتري بس، مفيش أي نجوم تانية خالص باينة. طيب هنتصرف ازاي برضو؟ يعني عايزين نحاول نحل المشكلة دي. كنا احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الابريتشر او الفتحه بتاعه العدسه، بس للاسف عشان الموبايل ده يعني قديم شويه مفيش فيه قصه التحكم بتاعه فتحه العدسه. انت ممكن عندك في الموبايل بتاعك تلاقي فيه اوبشن تالت غير الايزو والشاتر سبيد، هتلاقي في حاجه اسمها فتحه العدسه او الابريتشر زي اللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. دي انت ممكن برضو تفتحها وتختار قيمه كبيره من الاف نمبر، لان احنا قلنا ان كل ما الاف نمبر او رقم الفتحه بتاع العدسه يكبر، ده معناه ان فتحه العدسه هتصغر، لانها بتتناسب عكسيا معاه. ففتحه العدسه لما تصغر يبقى كميه الضوء اللي هتخش هتبقى اقل، فبالتالي انت تقدر تقلل كميه التلوث الضوئي اللي موجود عندك في الصوره. طب بحيث ان مش موجود الاوبشن ده عندنا في الموبايل ده، فهنحاول ان احنا نقلل برضو زمن التصوير اكتر معانا. نحاول نخليه مثلا ان هو يبقى ثانيه واحده بس ونشوف اللي هيحصل. دلوقتي هو خد الصوره اللي هي عباره عن ثانيه، يعني تعتبر الصوره دي معقوله الى حد ما. برضو يعتبر يعني مفيش نجوم كتير ظهرت، بس يعني التفاصيل بتاعت النقطه اللي هي الكوكب المشتري يعني تعتبر يعني كويسه الى حد ما شويه. ممكن نحاول ان احنا برضو نقلل الايزو شويه، يعني نخليه يبقى 100، ونحاول نشوف كده التفاصيل اللي هتظهر معانا ايه. هنشوف الصوره دلوقتي مع بعض. يعتبر الصوره دي يعني برضو معقوله شويه، تعتبر كويسه الى حد ما، لكن لسه برضو النجوم ما ظهرتش معانا. طيب السبب في كده ايه يا جماعه؟ يعني في حاجه انا ما رضيتش اقولها برضو في الاول. السبب في كده مش ان السماء مش ان السماء فيها تلوث ضوئي عالي وبس، لا، ده انا كمان طالع اصلا القمر معايا في السماء. طالما القمر طالع معاك اصلا في السماء، فده معناه ان القمر هو هيشتغل بنفس الميكانيزم اللي شغال بيه التلوث الضوئي بالظبط. الضوء بتاع القمر بيشتغل كأنه ستارة كمان، عشان خاطر بتحجب اي تفاصيل للنجوم والسدم والمجرات اللي في السماء. عشان كده يعتبر التصوير بتاع السماء في وجود القمر يعتبر صعب جدا 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 جدا.
فما بالك بقى كمان احنا قاعدين في منطقه يعتبر التلوث الضوئي فيها عالي، فكده يعتبر مستحيل انك انت تلقط اي نجوم خالص في السماء عندك، الا لو انت استعملت بقى يعني حاجات احنا هنقولها قدام شويه اللي هي اسمها الفلاتر، اللي هي بتنقي الضوء اللي داخل للسنسور بتاع الكاميرا من الضوء بتاع القمر، من التلوث الضوئي، من الكلام ده كله. فساعتها انا هقدر ان انا اشوف النجوم. تمام. ممكن نستغل ان القمر طالع ونحاول ان احنا بقى ناخد صور كويسه كده للقمر معانا.